نستمع الآن مباشرة إلى العقيد معمر القذافي في كلمة مباشرة من وإذاعات الكذب، وليس وكالات وإذاعات الإعلام، ليس إعلام بل إذاعات الكذب، تسمى إذاعات الكذب. ردوا عليهم. الشعب الليبي، أنا إذا كان شعبي ما يحبني ما نستحقش الحياة. إذا كان شعبي والشعب العربي والشعوب الأفريقية وكل الشعوب إذا ما تحبش معمر قذافي ما يستحقش الحياة حتى يوم واحد. إذا ما يحبني شعبي أنا ما يستحقش الحياة حتى يوم واحد. هو شعبي، الشعوب، صوت الشعوب. استعدوا للدفاع عن ليبيا، استعدوا للدفاع عن النهر الصناعي العظيم، استعدوا للدفاع عن البترول، استعدوا للدفاع عن الكرامة وعن الاستقلال، عن العزة وعن المجد. ردوا عليهم، خلهم ينكسفوا، خلهم يخسوا، خلهم يخجلوا. أنا في وسط الجماهير في طرابلس في الساحة الخضراء، ها الشباب أبناء وأحفاد شهداء معارك الجهاد الذين حطموا الغزو الإيطالي، الإمبراطورية الإيطالية تحطمت على أيدي مقاومة آبائكم وأجدادكم. نحن نستطيع أن نحطم أي عدوان نحطمه بالإرادة الشعبية، بالشعب المسلح. وعند اللزوم ستفتح المخازن ليتسلح كل الشعب الليبي، كل القبائل الليبية، تصبح ليبيا نار حمراء، تصبح جمر. أنا أتيت لكم هنا ليحييكم ويحيي شجاعتكم، وأقول لكم لكي نرد عليهم إني أنا في وسط الشعب، في وسط الجماهير، مع أن معمر قذافي ليس برئيس ولا ملك ولا رئيس حكومة وما عنده أي صلاحيات دستورية ولا إدارية، ولكن الشعب يحبه يراه، لأن هنا العزة، نحن العزة والكرامة والمجد والتاريخ والكفاح. هذا الشعب الذي ركع إيطاليا وقبلت يد ابن عمر المختار، الثورة التي ركعت إيطاليا وجعلتها تقبل يد ابن عمر المختار، شيخ الشهداء، بطل الغابة، قائد المقاومة الوطنية الليبية. هذا الشعب الذي جعل إيطاليا تعتذر وتدفع التعويض غصبا عنها، الثورة التي جعلت إيطاليا تعتذر وتدفع التعويض وهي الصاغرة، الثورة التي جعلت ليبيا في القمة، جعلت ليبيا هي قائدة العالم الثالث بل العالم كله، الثورة التي جعلت الشعب الليبي في العلا، جعلت الشعب الليبي عظيم جدا بالثورة. وعليكم أن تغنوا وترقصوا وتستعدوا، غنوا وارقصوا واستعدوا. هذه الروح المعنوية العالية هي أقوى من أبواق العرب، أقوى من أبواق العرب العملاء الأذلاء الأخساء. انظر يا أوروبا، انظر يا أمريكا، انظر يا أيها العرب، انظروا للشعب الليبي. معمر قذافي وسط الجماهير، وسط الشباب. هذا هو الشعب الليبي، هذه ثمرة الثورة. هذا الشعب متحمس، هذا الشباب متحمس، لأنه يرى أن الثورة هي العزة، هي الكرامة، هي المجد، هي التاريخ. الثورة التي أحيت جهاد الأبطال والإجداد الذي كان مطموسا، الثورة التي أحيت عمر المختار من جديد، الثورة التي أحيت معارك الجهاد في كل مكان ونصبت لها التذكار حتى لا تضيع هذه التضحيات. كانوا يريدون طمس تضحيات آبائنا وأجدادنا. أنا في وسط الجماهير